عرض عليا الموضوع ده لا تتخيلوا كنت حريص قد ايه اني انفذه. وكان نفسي انفذه. انا عرفت بعد الاحتفالات المحافظه وده اللي اخرها. لكن الناس دول مهما عملنا ومهما اديناهم، احنا كل اللي بنعمله النهارده بنقول لهم احنا فاتحينكم كتر خيركم، لان من يعطي لمصر او من يعطي لبلد ليس هناك مقابل، لان دول كانوا جاهزين انهم يموتوا. مفيش حاجه او يستشهدوا يعني. فمفيش مقابل لهذا العمل. يعني مقابل هذا العمل مفيش. هو بلدي وانا بحب احافظ عليه. وانا بقول لهم ربنا يديكم الصحه والعمر ونشوفكم كل سنه احسن من الثانيه، ودايما تبقوا نموذج طيب لكل الاجيال اللي جايه. مصر دايما ولاده الابطال. على فكره انا هقول لكم حاجه، نقطه التفوق الرئيسيه بيننا وبين العدو الرئيسي، وانا بقول العدو الرئيسي مش كلام وحياه العدو بتفرق مهما عملنا اتفاقيات سلام ومهما عملنا كل العدو بعض مفيش فيها هزار. انما نقطه التفوق الوحيده بيننا وبينه هي المقاتل في مصر بس. وهقول لكم مثال حرب 73 كان المفروض ما نهجمش على اسرائيل لان المقاومات كانت ما بتقولش كده. يعني مثلا كان هو عنده 1000 دبابه انا عندي 700، لكن لازم عشان اهجم عليه يبقى عندي 3000 دبابه. انا عندي 700 بس. لكن المقاتل المصري هو اللي استطاع ان يعوض هذا الفارق. انا بتكلم في الدبابات بس، انا بتكلم على كل الاسلحه. يعني انا بدي مقياس واحد. استطاع هذا المقاتل ان يعوض هذا الفرق لدرجه عشان تبقوا عارفين ان الشهداء من القاده قاده الوحدات كنا كلنا على راس الوحدات، على رؤوس الوحدات. ما حدش فينا للخلف. كان زمان المقاتلين ده القاده كان مع المقاتلين. وهقول لكم حاجه مش هتصدقوها، اول شهيد فكره كبيره في حرب 73 كان قائد اللواء 116 العميد شفيق متري سيدنا مسيحي. مسيحي هو مسلم وكان على راس جنود ودبابته انضربت اول دبابه واستشهد. اول شهيد في 73 وجبه كبيره كان العميد شفيق متري سيدنا. هو صحيح حصل شهداء بعد كده كتير، لكن ده انا بديكم امثله ان القاده كانوا على رؤوس القوة مش كانوا خلفها. وده كان سبب نجاح هذه الحرب وروح المقاتل المصري. زي ما انت عملت هنا في شدوان بالظبط. اللي خليك تنتصر على هذا المتطالب حركة القتالية العامة والايمان بالله وانتهاء دي. هو كده مفيش اكتر من كده. فدايما انا بقول دايما وحيبقى ان شاء الله ان المصريين هم الاساس او الفرد نفسه هو الاصل مش السلاح. مهما كان السلاح متطور لو ما كانش عليه راجل يؤمن بالقضيه وراجل عنده عزيمه عمره ما ينتصر. فيعني كنا بنقاتل كلنا ايد واحده، وانا عارف اللي انتوا عملتوه. وان شاء الله ان شاء الله سنستعيد ربنا مقدسته سواء اسلاميه او مسيحيه. سنستعيدها ان شاء الله. ده واجب علينا ومحدش ما فيهاش حل ومفيش رجوع عن هذا الامر. لازم لانه ده حكمه. واحنا حالتنا كده باللي زيكم كده، الناس اللي زادت الاخوه العظام دول اللي هم
دون لكم ده الوطن دون منام. فأنا بشكركم وبقول لكم ربنا يديكم الصحة وربنا يتم عليكم الأيام بخير. واللي احنا بنعمله النهارده كل اللي بنقوله احنا متشكرين وفاكرين ومش هننساه أبدا مهما كان الوقت. في النهاية ربنا بيقول إن لا نضيع أجر ولا حسنات. اللي عمل ربنا أحسن لها من كل سنة وانتم طيبين. شهر رمضان ربنا يعود علينا وعليكم خير وصحة. وبمناسبة شهر رمضان احنا معلش هحافظ على الموضوع، هحاول كلمتين بسرعة بالنسبة اللي احنا بنعمله. انا بستغل هذه الجامعة وبقول ايه الخطوات اللي بنعملها عشان الصناعة. عشان حتى رمضان احنا سؤال اللحمة 40 كيلو، واعتقد انتوا بتجيبوا منها ولا ما بتجيبوش؟ ده صحيح؟ يعني مستفيدين منها ولا لا؟ محدش يقول ايه؟ ما بتكونش؟ فبتستحتاج بشرع. طب ليه احنا فاتحين الشباب يشوفنا؟ ده احنا بنبيع كده ب 40 جنيه، ده احنا غالي. ايه؟ لا ب 40 جنيه لحمه غاليه. مش كده. وانتوا قدامك بيدفع لحمه وعايزين تنفذوا. المناطق قليله، يعني عندنا استجابه على منطقه واحده. عند الجسم المناطق قليله. بعدها تصحى. المناطق قليله. احنا هنضاعف كميه رمضان. هنضاعف كمان شهر رمضان. خلاص. الكميه اللي هنضاعفها نفتح مركزين تانيين. يعني نشوف مركزين تانيين بدل ما نعمل في دول نضاعف كميه دول، نفتح مركزين تانيين والكميات الزياده نحطها في وشوفوا نسقوا على الناس. هو احنا بنبيع فراخ بكام؟ ما كويس. برضه الفراخ بنبيعها فريش في نفس الأماكن والكلام الجديدة هنبيع فيها. اللي بنعمله تاني احنا بنبني 6000 اسكان حاليا وهنفتح 5000 تانيين. ال 6000 لو رحت دلوقتي هتلاقونا وصلنا للدور الثالث والدور الرابع الحمد لله شغالين كويس. ان شاء الله خلال 4-5 اشهر بالكثير هنسلمهم ان شاء الله. هنسلمهم مش مقابل مش نص تشطيب، يعني هنسلم الشقه كامله التشطيب. شروط الفراري بجميع المدن مش مجرد بس ان شاء الله هنديله حته ارض. يعني مش هنقول له واحد استنى هنديك كمان شويه او عليك الدور. كل الحصر ما انت هيطلع ينطبق عليه الشروط اللي احنا حاطينها ان شاء الله هنديله حته ارض. حبيت اقول لكم عشان يعني بمناسبه الشهر الكريم وعايد عليكم وكل سنه وانتم الحاج فوزي علي محمد الرموزي. السيد عبد المالك حسن ابو احمد. الحاج محمود محمد احمد المطري. الحاج شادي احمد موسى وينوب عنه عزت احمد شادي. الحاج جمعة سليمان عودة. أحمد محمد سيد. الحاج رضوان سالم عرفات.
الحاج صبحي طالب عثمان. الحاج محمد أحمد موسى حميري وينوب عنه جمال موسى. الحاج صالح سالم راشد وينوب عنه الحاج سليمان عودة. الحاج سيد طالب عثمان وينوب عنه صبحي طالب. الحاج حسين سعيد حسين وينوب عنه أحمد سعيد. الحاج حميد عتيب مبروك وينوب عنه سيد حميد عتيب مبروك. الحاج كمال أحمد محمد موسى وينوب عنه أنيس كمال محمد أحمد. الحاج محمد حسين جاسم وينوب عنه أحمد علي محمد جاسم. الحاج حسن أحمد عبد الله عباس وينوب عنه محمود أحمد عبد الله عباس. الحاج حسن سعيد حسين وينوب عنه الحاج حسن سعيد.